السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل الجزء الثالث. الجزء الثاني جه في الآخر، التليفون بتاعنا فصل وكده، فده يعتبر تكملة اللي هو إيه الجزء الثاني. فإحنا اتكلمنا من حمام قليل تعلى بالمستوى واحدة واحدة، وده والله يعني إحنا ما بنألفش كلام، والله دي حقيقة. والراجل هو قاعد، لو كنت مثلا كدبت في كلمة ولا الكلام ده، فهو ده اللي حصل، وده اللي هو إيه الراجل عمله والكلام ده. فابتدى بقى اللي هو ايه يشغل دماغه، انت فاهم، وعمل الاسس بتاعته الوزار، ثبت الاسس التحضير بتاعته. كان عمل له مثلا ايه، ربنا يوسع عليه ويزيده، عمل له 10 اسس وزار، فعمل قصادهم 20 قص تحضير. الحمد طبعا بيزق كويس. برضو الكلام ده بياخد فترة، يعني مش في يوم وليلة. الكلام اللي احنا بنحكيه ده يعني بتقعد 10 دقايق ربع ساعة بتتكلم فيهم، الكلام ده بيقعد شهور عبال مثلا بتظبط ايه التحضير بتاعتك، عبال ما بتشوف اللي بيزق، عبال ما بتشوف اللي ما بيزقش بتطلعه بره السلاكه، عبال ما بتغربل الحمام بتاعك كده وبتعرف اللي هيكمل معاك، اللي مش هيكمل بيطلع بره السلاكه خالص وكده. فانا لازما ادامه بدات في الاول كويس، فبتلاقي خطوه بخطوه انا كده الراجل ماشي في الطريق بتاعي مظبوط. فعملت الاسس بتاعتي، كان 10 اسس وقلت لك 20 قص تحضير. فببدأ بقى مثلا معاهم دلوقتي اللي هو ايه، احنا برضه في حاجة كنا نسينا عليها، حتة برضه الكلفة بتاعتنا والقصة دي. بص يا باشا، هي الكلفة في الصيف عامة كان خصوص ولا الكلام ده، فبنأخر الكلفة بتاعتنا ميعادها لما بيكون مثلا ايه الجو طر ولا حاجة، بيبقى 5 مثلا 5:30 الكلام ده وكده. فبنكلف الحمام بتاعنا، مفيش أي مشكلة. ده الطبيعي اللي هو بيبقى الجو ايه كويس وتعادل الشمس راحت، الكلام ده في الصيف. في الشتاء طبعا المواعيد بتتغير. في المغرب مثلا كنت انا بكلف في الصيف 5:30، المغرب طبعا بيبدا 6:30 او 7. فبيجي مثلا في الشتاء المغرب بيبدا 5، فانا باجي بعد العصر، طبعا ما بيكونش في شمس، ما بيكونش في اي حاجه، فبكلف الحمام بتاعي بعد العصر بتاعي، بسيبه مثلا بياكل نص ساعة ولا الكلام ده، وبقشط من عليه. فأنا دلوقتي اللي هو بحكم شغلي الكلام ده، بس هي دي الطريقة اللي هو الناس اللي أنا بقول لك إيه ميعاد الكلفة السليمة اللي هو في إيه في الوقت ده. في ناس شغالة من الصبح ما بترجعش إلا بالليل، مفيش ميعاد، اللي هي مثلا إيه تكلف العصرية قبل المغرب بشوية في الطراوة في الكلام ده. فالناس مثلا بتنزل الصبح لشغلها، تعمل إيه؟ تطلع الصبح بتديهم حاجة اسمها استباحة. الاستباحة دي بتاعتنا بتبقى ايه؟ عبارة عن ايه؟ شوية تقشيط، شوية عيش مكسرهم، الكلام ده، وباجي بكلفتهم. فكده كده انت خلاص ابنك على ما تربيه او على ما تعوده، فانا خلاص كده كده قلب لهم المواعيد بتاعتي. انا ببقى متواجد في البيت الساعة 10 بالليل، خلاص ثبت الاسس بتاعتي على كلفتهم الساعة 10 بالليل. طب خدت يوم اجازة، ما جيش يا باشا في اليوم الاجازه بتاعي، ما جيش اكل في العصر، لا، زي ما انت الصبح قبل ما بتروح الشغل بتاعك، لو قص تحتيه زغلول تحتيه الكلام ده، بتديله حفنه في قلب المقلب بتاعه، اسوس سايبه والزغاليل البيبان مفتوحه، والاسوس بتاعت التحديد سايبه وبتزق وكده، برمي لهم كام حفنه كده على الصاج بتاعه وبمشي. بحيث اللي هو ايه بيكونوا طبعا بياكلوا الزغاليل بتاعتهم فتره الصبح دي، لغايه ما باجي بقى بالليل بيكون الجو خلاص. الحمام ايه متعود الساعة 10، الساعة 10:30 بيتكلف بالليل. فببدأ بقى اللي انا ايه اكلفه في ميعاده بالليل. فترة الصبح الاستباحة بتاعته، باجي بالليل بكلفه الكلفة بتاعته الكاملة، وبقعد يعني كلفت 10، كلفت 10:30، بقعد جنبهم. كنت مثلا ايه بعد ما مسقت بعد الكلام ده الحمام كلب، قشطت له التقشيط ده بشيله الصبح. الحمام طبعا اللمبة بتبقى والعة، بيطلع يزق زغاليله، بيطلع ياكل عياله والكلام ده. وباجي الصبح قبل ما بنزل مثلا الساعه 9 الساعه 10 الصبح، فبرملهم الاستباحه بتاعتي. فكده بمواعيد مثلا ايه الكلفه، فانت ايه يعني مش شرط اللي هو ايه
لا انا احسن ما المعادي بكون متوفر فيه، فانا اثبت حمامي الكلفه. لكن هي الكلفه عامه الحمام بيكلف في النوم، بس انا دلوقتي عشان حكم شغلي والقصه دي فانا بكلف بالليل، بس معود حمامي على بالليل. وضوء ماشيه معايا وزغاليل مثلا بتطلع والكلام ده وكده، يبقى برضه ايه اهم حاجه صحه فرد الحمام. اضامه بكلفه في الميعاد وبقشط من عليه والقصه دي، يبقى انا كده ماشي صح. فانا دلوقتي برضه عشان خاطر ايه اوريك، احنا نوريك ان شاء الله الحمام لما بنكلف بعد العصر، ونوريك الحمام دلوقتي احنا بنتصور هنا. هو ليه؟ لان احمد بحكم شغله بالكلام ده، او الحمام يعني ميت من الجوع، فهو بحكم شغله والكلام ده فبيكلف معود حمامه على كلفة بالليل. وانا ان شاء الله اصور لك النهارده اللي هو بيكلف مثلا ايه في كلفته النهارده، واوريك برضو الكلفه الحمام لما بيجي يكلف ساعه العصر. فاحنا هنفوت الكلفه على الحمام بتاعنا. قص مثلا فاضي بديله مثلا ايه حفنتين قص، ادي اهو كبشتين كده لكل قص. بقول لك قص مثلا ايه ذكر وانتايه كبشتين. طب قص معاه زغلول اديلهم يا باشا 3، اديلهم 4، انت فاهم. وكده كده انا بقعد جنبهم ساعه بقشط له. طب انت يا احمد مش عايز تقول بقى حاجه للناس اللي متابعانا؟ عايز اقول ان الكلام ده يا جماعه والله العظيم يعني احمدوا ربنا اللي في حد بيقول الكلام يعني صعب قوي، وهو بيلخصه لكم في ربع ساعه. يعني الكلام كبير قوي والله العظيم. واللي عايز يغوى الحاجه ديت، هو الحمام متعه عامه، الحمام ده متعه. بس اللي عاوز بقى يعني يعمل حاجه بيعملها، مش عايز يعمل حاجه ما بيعملهاش. الراجل ده بجد يعني كتر خيره، هو وعم احمد ادم العميد وناس كتير قوي طلعت من تحت ايديهم. انا واحد منهم وانا افتخر بكده بصراحه. انا كنت هاوي والحمد لله دلوقتي بمسك فلوس منه، بعمل فلوس منه، بهوى ما بدفعش فيه جنيه، كلفته هو اللي بيصرف على نفسه. كل الحاجات دي اللي كنت اكلمكم فيها دي، الحاجات دي كلها يعني بجد ربنا يبارك لهم ان هم بجد فهمونا حاجه زي كده. فلازم احنا نفهم، لازم تستوعب انت وتعمل حاجه. واللي عايز يعمل حاجه بيعمل، مش عايز يعمل حاجه دي كل واحد بدماغه. بس بجد الكلام مش بلاش يا جماعه والله العظيم. وكتب ادم منورني النهارده بجد، انا بجد يعني زارني النبي النهارده بجد يعني. عليه الصلاه والسلام يا باشا، ده نورك يا باشا. فاحنا عندنا الكلفه بتاعتنا على الحمام. الناس اللي هي بتقول لك ايه انت لازم تعود الحمام بتاعك على صفاره والكلام ده، يا باشا والله الحمام كل ما بيجوع اهو من غير صفاره ولا اي حاجه، انت فاهم الحمام بينزل. انا بعود الحمام بتاعي على صفاره في ايه؟ كان زغاليل ولا الكلام ده، انت فاهم، عشان تيجي تحبس معاه وكده. لكن اسوس طول ما هي ميته من الجوع من غير تصافير، ادي الحمام شايف انت ايه مستني الكلفه بتاعه. عشان الكلفه انا عديت على البيبان الاول، وبعد كده ما اكلفش في الصاج الاول او على الارضيه ولا الكلام ده، لا اعدي على البيبان بتاعته كلها. بعد ما بخلص برملهم الصاج بتاعهم. اضحك عليك لو صفرت لهم. ادي الحمام اهو، انت فاهم، هو كده كده من غير صفاره من غير اي حاجه. الحمام بتاعي ايه جعان. بكده احنا كلمنا الجزء الثالث بتاعنا، وريناك الحمام وهذه الكلفه كل العصر اللي كان بالليل الكلام ده. ادي الحمام برضه بيكلف، ونور ربنا طبعا ما فيش احسن منه. فاللي هو ايه برضه احنا بنشغل لهم نظيفين، بنشغل لهم الكلام ده. وان شاء الله انتظرونا مع كل جديد. اخوكم احمد العربي، اخوكم توتو ادم مع آل ادم. مش هتقدر تلف حواليك، واوعى تروح لبعيد، وتعالى كل يوم في جديد. اخوكم توتو ادم. السلام عليكم ورحمه الله.